تخيل تكون ماشي بالليل مرة واحدة تلاقي طائر باصصلك، وفجأة يلف راسه لورا بالكامل كأنه طالع من فيلم رعب. الحركة دي لوحدها مع طيرانه اللي من غير أي صوت خلت شعوب بحالها تخاف من البومة وتعتبرها نذير شؤم. بس السؤال هنا، هل البومة فعلا كائن مرعب ومخيف زي ما احنا فاهمين، ولا المعجزة الهندسية وتصميمه البيولوجي هو اللي مخليه مرعب؟ أنا عايزك بقى النهاردة تركز أوي معايا، عشان هنمسك البومة دي نفصصها حتة حتة، وأوعدك لو كملت معايا للآخر لازم تتصدم من الطار ده وتختمها بسبحان الله. بس قبل ما تعرف، لو أول مرة تشرفنا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا. بداية حياة البومة تعتبر هي أكبر خداع بصري في التاريخ. أول ما البومة بتتولد فهي بتكون عامية وضعيفة جدا، معتمدة كليا على أبوها وأمها عشان تأكلهم، وبيعتمدوا في أكلهم على الفئران والحيوانات الصغيرة. وكل ما كان فيه فئران وأكل كتير في المكان، البومة دي بتفضل تعيش وبتكبر وبتبقى وحش كاسر، لأنها عندها غريزة افتراس بتكبر بسرعة جدا. والغريب بقى إنهم بعد ما بيكبروا ويتعلموا الطيران برضه بيفضلوا قريبين من أهلهم. أول سر في البومة هي عظمها نفسه. لو مسكنا هيكل البومة العظم وقارناه بصقر مثلا، هتتفاجئ إن عظم البومة خفيف جدا بشكل مش طبيعي. الخفة دي هي السر الأول في طيرانها الصامت. بس بالرغم من الخفة دي، عظم الحوض ملتحم في بعضه عشان يستحمل الخبطة القوية لما تنقض بجسمها على الفريسة. أكتر حاجة ملفتة في البومة هي عينيها. شبكية عينيها مليانة خلايا اسمها الخلايا العصوية. الخلايا دي حساسة جدا للضوء وللحركة، ودي مهمتها عشان الرؤية في الضلمة. وورا الشبكية على طول في طبقة اسمها البساط الشفاف، ودي عاملة زي المراية بالظبط. الضوء الضعيف جدا اللي بيدخل عينيها بالليل وما بيلتقطوش المستشعر في الأول بيخبط في المراية دي ويرد تاني في المستشعر، يعني بتستفيد من شعاع النور الضعيف مرتين. ودي نفس الطبقة اللي بتخلي عيون القطط والكلاب تنور بالليل لما بيجي عليها ضوء العربية، واحنا كبشر ما عندناش الطبقة دي. البومة عينيها مش كورة مدورة بتتحرك زي عينينا، ده عينيها عاملة زي الأنابيب ومثبتة جوه الجمجمة بحلقات عظمية ناشفة. يعني ايه؟ يعني البومة مستحيل تحرك عينيها يمين وشمال جوه مكانها. طب بتعوض ده ازاي؟ ودي مهارة مهمة جدا في الصيد. هنا ربنا عوضها برقبة مش موجودة في أي طار تاني. احنا كبشر عندنا 7 فقرات في رقبتنا، البومة عندها ضعف فقراتنا بعدد 14 فقرة. ده بيخليها تقدر تلف راسها 270 درجة، يعني تجيب اللي وراها وهي واقفة في مكانها. وعشان الدم ما يتقطعش عن المخ وتموت وهي بتلف رقبتها اللفة دي، الفتحات اللي في العظم اللي بيمر منها الشريان واسعة جدا، وعندها مسارات دم احتياطية بتفضل تغذي المخ مهما لوت رقبتها. بس مش عشان الفريسة استخبت فهي كده في أمان، لأن السلاح المرعب الحقيقي للبومة مش بس عينيها لكن ودانها. السمع عندها متطور أكتر من الرؤية، وده بسبب إن ودان البومة مش قصاد بعض زي كل الكائنات، يعني الاتنين مش على ارتفاع واحد، في ودن أعلى من التانية. طب ليه اللخبطة دي؟ وش البومة المدور أو المقعر اللي انت شايفه ده، بالإضافة إلى الريش اللي حوالين عينيها، شغال زي الدش أو طبق رادار عملاق بيجمع الموجات الصوتية ويوجهها بشكل مباشر لفتحات الأذن. وبسبب إن الودان مش قصاد بعض، صوت حركة الفار بيوصل لودن قبل التانية بأجزاء من المليون من الثانية. مخ البومة بياخد الحسبة المعقدة دي ويعمل لها خريطة صوتية ثلاثية الأبعاد في دماغها، ويحدد لها مكان الفار وارتفاعه بالملي، حتى لو الفار ده مستخبي تحت نص متر من التلج أو وراء الشجر. دلوقتي البومة حددت الهدف وحان وقت الهجوم. هنا بتيجي معجزة الطيران الصامت اللي تفوقت بيها على بقية الطيور الجارحة. في تجربة قناة BBC عملوها من فترة، وجابوا فيها حمامة وصقر البومة وطيروا التلاتة على الصف ميكروفونات حساسة جدا، وكانت النتيجة إن الحمامة بجسمها الكبير وجناحاتها الصغيرة بالنسبة لجسمها عملت دوشة ورفرفة عالية جدا. أما الصقر فكان أهدى شوية ولكن صوته مسموع وهو بيشق الهوا بسرعته. لكن البومة اللي العلماء استغربوه جدا إنها ما عملتش أي صوت، حتى الميكروفونات ما التقطتش أي صوت والمؤشرات عندها كانت على الصفر. والسر هنا في هندسة الريش. ريش البومة متصمم عشان يبلع أي صوت. طب إزاي؟ هقولك بثلاث حاجات. أولا، حافة الريش الأمامية اللي بتشق الهوا مشرشرة زي أسنان المشط، دي بتقطع الهوا بالراحة بدل ما يخبط ويعمل دوشة. ثانيا، سطح الريش نفسه عامل زي القطيفة أو السجاد الناعم، ده اللي بيمتص أي صوت احتكاك بين الريش وبعضه وهو بيتحرك. ثالثا، آخر الريشة من وراه متنسل وعبارة عن خيوط ناعمة ومرنة جدا. الخيوط دي بتخلي الهوا يترسب بالراحة من ورا الجناح في آخر الضربة، عشان الهوا يطلع من غير ما يعمل صوت الرفرفة اللي بنسمعها من أي طير تاني.
طب دلوقتي هسألك سؤال، ليه الطيران الصامت ده كله؟ هتقولي عشان الفريسة متسمعهاش. هقولك ده أكيد، بس في سبب تاني أهم، وهو لو البومة عملت صوت رفرفة عالية جدا وهي بتطير، هتدوش على نفسها وعلى سمعها الخارق، ومش هتسمع خطوات الفار الضعيفة جدا اللي هي معتمدة عليها في التوجيه وهي بتنقض. بعد ما البومة بتحدد مكان الفريسة، بيجي وقت الانقضاض. البومة بتمتلك واحدة من أقوى القبضات في عالم الطيور، وده بسبب إن عظم الساق قصيرة وتخينة. البومة عندها 4 مخالب، 3 قدام وواحد ورا، ولكن ساعة الانقضاض في مخلب من اللي قدام بيكون قابل للدوران، فبيكون عندها 2 قدام و2 ورا، وده بيخليها تمسك الفريسة زي الكماشة. وفي بعض الأنواع زي بوم الحظائر، الصبع اللي في النص فيه زي أسنان المشط، ده مش عشان تصطاد بيه، ده عشان بتسرح وتنضف بيه ريش وشها بالراحة وبدقة، لأن أي لخبطة في ريش وشها هيبوظ لها جهاز الرادار السمعي بتاعها زي ما عرفنا من شوية. ودلوقتي بيجي وقت الأكل. البومة بتبلع الفريسة بحالها وما عندهاش حاجة اسمها حصلة اللي بتخزن فيها الأكل زي باقي الطيور. الأكل هنا بينزل على معدتها على طول. معدتها بقى متقسمة لجزئين، جزء بيفرز أحماض وإنزيمات قوية جدا عشان تدوب اللحم، والجزء التاني بتاخد اللحم المهضوم توديه للجسم، وتمسك العظم والسنان والشعر والريش اللي ما بيتهضمش وتكبسهم مع بعض في كرة ناشفة. وبعد كام ساعة تلاقي البومة بترجع الكرة دي وتطردها من بقها برا جسمها عشان تنظف معدتها بالكامل وتبقى على أتم استعداد لرحلة صيد جديدة في ليلة جديدة. فسبحان الخالق، كان عبارة عن معمل هندسي وبيولوجي ماشي على جناحين. ودلوقتي بيجي سؤال الحلقة، بعد ما فصصنا البومة حتة حتة، ايه هي اكتر معلومة صدمتك النهاردة وما كنتش تتخيلها؟ وبس كده، مستني اجابتكم في التعليقات. ولو انت اول مرة تشرفنا، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.